يلا بينا نبدا سيريز حاجات بطلت اشتريها من بره وبقيت اعملها في البيت كلها، بتبقى سهله جدا وارخص بكتير جدا من سعرها من بره، بتبقى تقريبا بربع الثمن وبتديني كميه اكتر. يلا بينا اقول لكم على اول حاجه وهي كريمه تشيز. الكريمه تشيز دي مهمه جدا، وكيلو اللبن بيدينا 400 جرام كريمه تشيز. اول حاجه نحتاج كيلو لبن. اول ما يغلي على النار هنروح حاطين له معلقتين كبار خل، وبعدين هيبدا يفصل بقى بالمنظر ده. كل ده احنا لسه حاطينه على النار. اول ما نلاقيه فصل وجمد كده نروح مغطينه وقافلين النار وسايبينه كده حوالي ربع ساعه لغايه بس ما يبرد شويه. بعد كده هبدا اصفيه واسيبه تاني في المصفى كده حوالي ربع ساعه تانية عشان يصفي كل الميه اللي فيه. بعد بقى ما تتصفى من ميتها نروح واخدينها حاطينها بقى في الحاجه اللي هنضرب فيها المكونات كلها. هنحط اللبن اللي فصل ده، هنحط عليه معلقتين كبار من شرش اللبن، معلقتين كبار لبن، ومعلقتين كبار زيت، ومعلقه كبيره زبده او مكعب زبده حلو كده، مع رشه ملح خفيفه، دي اختياري رشه الملح. بعد كده ابدا كله اضربه بالبلندر زي ما انتم شايفين. بنتحكم في تقل الكريمه تشيز من اللبن او الشرش اللي بنحطهم. في ناس بتحب كريمه تشيز خفيفه وفي ناس بتحبها تقيله. انا المره دي عاملاها تقيله، المره الاولانيه لما نزلته كان خفيف. شايفين بقى قوامها حلو ازاي وتقيله ازاي؟ سهله جدا، مفيش اسهل من كده. وزي ما انتوا شفتوا كده في الاول احنا بنستخدمها في الوايت صوص، بتدي دسم. بنحطها كمان في البشاميل بتدي طعم حلو. بنعمل طبعا بيها التشيز كيك، وارخص بكتير دلوقتي من الكيري والحاجات اللي هي الغاليه قوي دي، واصح طبعا عشان ما فيهاش دهون نباتيه، واخف طبعا، وخصوصا للناس اللي عندهم سكر والضغط. بس كده، ما تنسوش تقولوا لي ايه رايكم فيها لما تجربوها، وتعملوا لنا سبسكرايب وفولو.